30 يوم نكملها غير بوراك لو كان ندير على دارنا. يا بن عمي مزيه كان انا معاهم ودائما مقلشهم بالوصفات، واليوم درت لهم هاد المثلثات محشيين بالداخل بواحد الحشو مفرمج، تقدموه مع حريره ولا مع شوربه بزاف بنان. هنا في الحشو نديرو بصل، فلفله حمراء ولا فلفله خضراء وخلوهم يذوبوا. بالنسبه للعجينه نديروا كاس تاع الحليب دافي، مغرف خميره الخبز ومغرف سكر، نخلطوهم مليح حتى يذوبوا، نغطوهم ونخلوهم 10 دقائق. نهودوا لهم ديك الخميره، نزيد لهم 2 مغارف زيت، مغرف صغيره ملح ونخلطوا. نزيدوا هنايا الفارينه حتى تلم معايا العجينه مع مغرف صغيره خميره الكاطو. لموا كاع ديك العجينه معنا تولي طريه، نضروها هكا ونديروها في بول، خلوها تريح حتى لي تخمر. مور ما تخمر داك الحشو يكون داب، نزيدو عليه هنايا الكفته تاع الدجاج ولا زيدو كفته تاع اللحم كيما راكم باغيين، ملح حرور، توابل تاع الجبن، سكنجبير وكركم. ونروحوا دروك للبنه والتفرميج من عند جيو فخوماجيو، هذا 3 اجبان يعطيكم ذوق رائع وتفرميج شباب في الحشو تاعكم. درت منه 2 مغارف كبار والحشو يكون حامي، وتقدروا ما ديروا من هذا النوع تاع جيو. نخلطوهم مليح حتى يتعسل هذاك الحشو. العجينه تاعي راهي خمرت، نديغازوها ونورقوها بالفارينه على سمك يكون رقيق، اكدوا لي عليها باش بعدا ما يجوش معجنين. نعاود نحلهم نعمرهم بهذاك الحشو ونبدا نبلعهم هكا مثلثات، نطريهم مليح، نهودوهم بيدينا باش بعدا ما يجوناش معجنين. نروحوا للمقله تاعنا اللي تكون حاميه على نار متوسطه، كون تكون نار قويه غادي ما يطيبولكمش من الداخل. نار متوسطه، خلوهم يطيبوا في غردهم، حمروهم على الاطراف وتتحصلوا على اجمل مملحه لهذا رمضان. جربوها، ما تخلوا لي جام وتبارطاجوا الفيديو. سلام. غير بقوطي طوماراطو وزوج حبات بطاطا ديروا لهم اجمل لي كروكيت ويسمعوني ديك القرماشه. انا من نهار اللي جربتهم بهذه الطريقه ما وليتش كاع نستغنى عليهم، يجوا مقرمشين من برا طريين من الداخل وبزاف بنان. هنا في طاوه ولا طاجين درت بطاطا على حسب الكميه اللي راكم باغينها، زدت معاها بصل مقطع، نزيد لها الماء، نزيد الملح ونزيد ورقه تاع الرند ونخليهم يطيبوا. نروح نوجد الطون تاعي، انا دائما راني نستعمل معاكم طوماراطو جوده وبنه، واليوم غادي نستعمل معاكم تاع الطوماط، تقدروا ديروا ناتور كما تقدروا ديروا تاع الزيت، اختيار يبقى ليكم. صفيتها من هذيك الطوماطيس، البطاطا مرمطه بدت لها فرماج، ملح حرور، فلفله حمراء، وزدت لها شويه توابل تاع الحوت وخليتها حتى تبرد مليح في الفريجيدار. نشكلها نحشيها من الداخل بالطون وزدت لها الفرماج ونبلعها هكا. دروك غادي نغمسها في البيض من مور ما كنت غمستها في الفارينه، ومن بعد نديروا لا شابلور. هنايا دروك نروحوا للمقله تاعنا ولا فريتوز، انا غادي نديرهم في الفريتوز، نطيبوهم الزيت يكون حامي على درجه حرارتكم متوسطه باش يطيبوا من الداخل تاني ومن برا. خلوهم حتى يحمروا ويتقرمشوا بهذه الطريقه وتحصلوا على اجمل لي كروكيت تاع البطاطا والطون. ممكن ديروهم ساهلين ماهلين وقرمشين، جربوهم، بارطاجوا لا غسل. لو كان نديرها 1000 خطره ما نشبحش منها. نعقل بكري مي كنت صغير في حي الحمري، جارتنا كديرها في سني كبير وطيبها في الكوشه، كنت توجو نقعد نشوف فيها ونتشهاها. كبرت وراني انا نديرها، بزاف سهله ولكن بزاف يخافوا منها. اللي ما يعرفهاش كاع ما يقولش انا جزائري. اروحوا نعطيها لكم بالتفصيل ومع واحد السر صغير اللي يخليها تنجح معكم. وإلا بغيتو طابلتكم تزيان ما عليكم غير تجربوا وصفات بوزيه. 4 حبات تاع البطاطا نديهم يطيبوا في الماء وهي حاميه، نمرسها كيما هاك. وبغيت نتفكر معاكم البنه تاع بكري، غادي نزيد فيها جبن اطلس، يفكرني حرفيا بكي كنت نقرا في الكوليج، هذاك الفرماج الحقيقي البنين ماشي تحضيره جبنيه. وعندهم هذا الجبن المدخن، الناس اللي يبغوا الجبن المدخن ننصحكم به بزاف بنين. انا غادي نديره في السلطه، وتقدروا مام ترابوه وديروه في المملحات تاعكم. نروح هذيك البطاطا تاعي، نجيب هنايا 5 حبات من جبن اطلس مثلثات يعطيها بنه روعه، 1 طون تاع الزيت، ملح حرور وزعفران، شويه تاع الثوم، حبه تاع البيض والمعدنوس، ونلموهم هكا على شكل كويرات. نرمدوها في البيض وفي الفارينه، وتقدروا تعاودوا ترمدوها في البيض ولا شابلي الا بغيتوها تجي شويه مقرمشه على زيت حامي ونار تكون متوسطه. نبدو نقلو فيها ونقلبوها حتى تطيب معنا، وراهي واجده معنا المعقوده الوهرانيه بزاف شابه بنينه واقتصاديه. دخل الصيف وبدا موسم العرضات والمناسبات، وعلى بالي بزاف منكم يحوسوا على مملحات ساهلين خفاف بنان ومفرمجين. هاد المملحات الكريسبي يطيبوا غير في المقله، يوجدوا بالخف مقرمشين ومع واحد الحشو معسل ومفرمج. نبداو بكاس حليب دافي ومغرف كبيره سكر، وغادي نشارككم السر باش ننجح لكم اي عجينه بخميره انجل، وهذا هو التحدي تاع هذا الشهر من عند خميره انجل. ندي مغرف كبيره خميره انجل، نحطها في الخليط ونخلط مليح، نزيدو هنايا مغرف صغيره ملح، نخلطوا الخليط ونزيدو 2 مغارف زيت
مغرف خل وتاني حبه بيض. نلمو بالفرينه. السر الاول نعجنوا العجينه مليح ونخلوها طريه. الحشو ندير حبه بصل نخليها تذوب مليح، نزيد عليها دجاج مرحي ونزيدو ملح حرور، شويه ريزيبي تاع الفرماج، شويه فلفله حمراء جبت الفرماج وشويه كريمه الطبخ. السر الزاوج هو التخمير، نخلوها تخمر مليح من نص ساعه حتى 40 دقيقه. وفي هذه العجينه سر المملحات باش يجونا خفاف، نورقوا العجينه بسمك يكون رقيق شويه، نحشوها الداخل، نزيدوا الفرماج ونقلعوا هذوك الزوائد، نرمدوها في البيض شابلير ومن بعد نزيدوا بيض ومن بعد شابلير باش ما تنحللناش في المقله ويجونا مقرمشين غايه. نقلوهم في زيت يكون حامي على درجه حراره متوسطه باش يطيبوا لنا من الداخل، واستمتعوا بواحد المملحات مقرمشين وشابين. من الفوق زينتهم بالفرماج، الزيتون، شويه طوماطيس وشويه معدنوس. وبصحتكم جربوا الوصفه وبارطاجوها. في طابلة رمضان لو كان ما ناكلش اكثر من 5 بوراكات كاع ما نقولش باللي كليت، نموت على البوراك. واليوم لقيت وصفه راهي دايره باز في لي ريزو سوسيو، بوراك العجين. في 5 دقائق توجدوا العجينه و5 دقائق الزاوجه تعمروه، مقرمش بنين وكاع ما يديش الوقت. غير بارطاجوه غادي تسحقوه. بديت بالحشو، درت البصل خليته يتقلى. العجينه فيها غير 2 مكونات، كاس حليب، نص كاس زبده دايبه، شويه ملح، شويه حرور وشويه ريزيبيس تاع الدجاج، ونلمو بالفارينه. الاولى لميت غير بالمغرف ومن بعد لميت بيدي. نروحو نجيبو هنا الفيلم ترونسبارون تاع ميرا بلوس، نغطو به العجينه وكاع ما يدخلكمش الهواء فيها، يجي يلصق ديراكت في البول تاعكم. البصل تكراميليزا، زدت له الدجاج، نتوما ديروا حشو كيما راكم باغيين، وزدت له هذاك الفرماج الطري، خلطتهم وخليتهم على جهه. نروحو للعجينه ما تريح ما والو ديراكت، ورقتها، درت العجينه من تحت ومن الفوق، وما تورقوهاش غليظه بزاف باش ما يجيكمش معجن. انا درتها بهاد الاله هكا، جاوني مربعات كاع كيف كيف. درت الحشو في بوش وهكا نبدا نعمر كاع ما يغبنيش وبالخوف يوجد. زدت له فرماج رابي اختياري، تبلعوا مليح الحبه، تبلعوها الاطراف، ومن بعد نجيبوا بابي كويسون تاع ميرا بلوس نحطوا فوقها الحبات باش ما يلصقوناش بلا ما كملنا كاع الحبات تاعنا. ندير الزيت يحمى ونجيب اسويتو تاع ميرا بلوس مليح بزاف للقليان، يشرب لكم كاع الزيت اللي يكون في الحبه. نقليهم على نار متوسطه، نحمرهم من 2 جوايه والزيت يكون حامي، وتحصلوا على اجمل بوراك العجين. بارطاجوه غادي تسحقوا. بسم الله. كل ما تبحل لي باش نعوض البوراك في رمضان ندير هاد لي كورني مقرمشين ساهلين بالخوف يوجدوا، بلا عجين بلا دلك، تحضروهم في دقيقه 90 مع واحد الحشو مفرمج. ما تنسوش تقلشوني بشويه لي جيم ولي كومونتير، تبارطاجيو الفيديو تسحقوه. الحشو درت شويه بصل خليته يتقلى، جبت صدر تاع الدجاج تقطعوه رقيق 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 باش من بعد يدخل لكم في هذوك لي كورني. نقلوه معاهم شويه ملح، شويه حرور، فلفله حمراء، توابل تاع الدجاج، ونزيدوا شويه توابل تاع الجبن. نخلطوا كلش ونروحوا دروك نجيبوا خبز طورتيه، اي خبز راه متوفر عندكم، تقسموه على 2، تخلوا داك الدجاج يطيب، من موراها تزيدوا له 2 مغارف تاع الفرماج وتخلوه يبرد. هنا نجيبوا داك الخبز اللي قطعناه اون دو، وهنا نجيبوا 2 مغارف فرينه، شويه بابريكا، شويه كمون، شويه حرور، ونخلطوا كلش ونزيدوا عليهم نص كاس تاع الماء. غادي تحصلوا على هذا الخليط يعطينا واحد القرمشه ما تامنش عقلكم. نلوي هذوك لي كورني، نبلع بهذاك الخليط اللي درناه ونمقص على 2. انا هنايا ما نبغيش الكورني يكون كبير بزاف، تقدروا تخلوه كاع كبير. نجيبوا الحشو ونبداو نعمروا بمغرف صغيره باش يدخل الحشو حتى لتحت، نزيروا مليح من الفوق ونروحوا نرمدوهم في داك الخليط، ونزيدوا نرمدوهم ثاني في لا شابلير. نكملوا كاع الخليط تاعنا كيما راكم تشوفوا، ندخلوا مليح ديك لا شابلير ونقلوهم في زيت حامي. نجيبوا البابي اسويتو من عند ميرا بلوس غليظ، يمتص مليح الزيت، ومع راه رمضان والزيوتات وكاع ننصحكم به، يعاونكم بزاف في الكوزينه. من بعد رمدتهم في شويه شيدار، كنت زدت له شويه معدنوس، وبصحتكم سلام.